رمضان خلص والعيد خلص، كل سنة وانتم طيبين. بس العبادة ما خلصتش طول ما احنا أحياء. دايما نبقى قريبين من ربنا. اوعى يا جماعة، علشان شهر رمضان انتهى ان احنا بقى الدنيا تاخدنا والحياة تلهينا بأمواجها وكل اللي فيها، وتبعدنا عن رب العالمين. لا، احنا دايما عايزين يبقى في بيننا وبين ربنا باب موصول، لان بجد راحتنا وسعادتنا مش هنلاقيها غير في القرب من رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى، لان هي دي فطرتنا اللي ربنا خلقنا عليها. وربنا سبحانه وتعالى هو احنا صنعته، وهو مع الكتالوج بتاعنا، وعارف ان احنا والله الانسان لو امتلك كنوز الدنيا كلها وبعيد عن ربنا عمره ما هيلاقي السعادة بس هي في طريق ربنا، هي في القرب من ربنا. ف ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إذا إحنا رسالتنا في الدنيا هي العبادة. علشان كده عمرنا ما هنرتاح في أي حاجة تانية غير العبادة، ولا هنلاقي السعادة ولا الطمأنينة غير في طريق ربنا سبحانه وتعالى. زي بالظبط اللي شاري عربية، وأول ما اشتراها ركنها تحت البيت. شوية مع الوقت لقى الكاوتشات باظت وهي لسه جديدة العربية. شوية لقى البطارية باظت. شوية لقى العربية كلها باظت، لأن هو استخدمها غلط. هي اللي صنعها قال له، يعني صنعها علشان تتحرك، علشان تمشي بيها، مش علشان. فانت اسأت استخدامها، انت حطيتها في مكان مش مكانها اساسا، عشان كده باظت. ولله المثل الاعلى. فاحنا عايزين دايما تبقى علاقتنا بربنا دايما موصولة، ودايما قريبين من ربنا. طيب نعمل ايه؟ نعمل ان احنا دايما محتاجين بعض، دايما ان احنا نقرب من الناس الصالحة، نقرب من الصحبة الصالحة، نسمع لهم. ومش شرط الصحبة الصالحة دي تكون ناس انت بتشوفها، او ناس بنشوفهم فيس تو فيس، او بنقابلهم. لا، ممكن ناس بنتابعهم على السوشيال ميديا. ناس، ومش شرط يكونوا ناس علماء او فقهاء. ممكن ناس بسيطة جدا بس بتقدر توصل لك المعلومة. ناس بتلمس او بتحس بصدقهم. دول كفاية قوي ان انت تسمع لهم، وهيقربوك من رب العالمين. محتاج كمان ان انت دايما قلبك دايما يبقى مشحون. القلب يا جماعة محتاج يتشحن. دايما قلوبنا عايزة تتشحن زي بطارية الموبايل. طول ما هو مشحون بيبقى تمام قوي، والأداء بتاعه ممتاز. لما البطارية تضعف او قربت تفصل، تبتدي بقى الايه الموبايل يتقل ويهنج، وبعض التطبيقات بتاعته ما تشتغلش، فتضطر تروح حاطه ايه في الشاحن. قلوبنا نفس الشيء، محتاجة تتشحن بالإيمان. محتاج تغذيها بالعبادات دايما والقرب من ربنا. والله يا جماعة احنا اللي محتاجين لربنا، مش ربنا اللي محتاجنا. ربنا يقدر ان هو يستبدلنا كلنا ويستغنى عنا. احنا اللي محتاجين لرب العالمين، محتاجين له. لان سعادتنا وراحتنا والطمأنينة والسكينة كلها في ايديه ومعاه. فاحنا اللي محتاجين له. دايما قربوا من ربنا واذكروه واقروا قرآن. والعبادات والدعاء يا جماعة، الدعاء سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: الدعاء هو العبادة. ده أنت لما بتتكلم مع حد، تبقى مثلا ثيرابيست مثلا أنت واثق فيه، وحد مطمن له، بتخرج من الجلسة بتحس إن أنت قد إيه مبسوط، وكأن حاجة كده اتشالت من على صدرك. فما بالك بقى لما بتتكلم مع رب العالمين، ملك الملوك، اللي هو عارف نقاط ضعفك، وهو اللي صنعك، واللي هو اللي يقدر يحل لك مشكلتك في اقل من منت، يكن للشيء يكون فيكون. فالدعاء يا جماعة، وقربوا من ربنا. بذكركم وبذكر نفسي، ويا رب يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا. قولوا امين. بس كده.